حكاية قديس وشهيد كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد النيروز، عيد رأس السنة القبطية وهو عيد الشهداء. العيد النيروز كان في الأصل عيد رأس السنة عند المصري القديم، وبرضو كان بداية الزراعة عند المصري القديم، وهو كان في فترة فيضان نهر النيل. وجي واحد اسمه توت، وفي يوم كده فكر ان هو يوضع التقويم المصري. توت ده كان عايش في مدينة اسمها منتوت. المدينة دي توجد في مركز أبو قلقاس حاليا في المنيا، ولسه موجودة بنفس الاسم لغاية دلوقتي. توت هو اللي اكتشف التقويم المصري، والتقويم المصري عبارة عن 13 شهر اللي هو حاليا التقويم القبطي. وتوت أول واحد كتب اللغة الهيروغليفية كان سنة 400 قبل الميلاد، والتقويم القبطي كان في سنة 284 وهو بداية رأس السنة القبطية. وكان في عصر الملك ديكليديانوس اللي كان مضطهد جدا للمسيحيين، وفي أيامه استشهدت ناس كتير جدا على اسم رب المجد يسوع المسيح. وعلشان كده بناكل بلح وجوافة، علشان البلح لونه أحمر من بره بيفكرنا بدم الشهداء اللي سار من أجل رب المجد يسوع المسيح، وبرده لونه أبيض من جوه، وده بيرمز لنقاوة قلبهم اللي كان طاهر وعاش طول عمرهم في طهارة. وفي نواة، النواة دي بنلاقيها ناشفة جدا علشان بتفكرنا بصلابة إيمانهم مع رب المجد يسوع المسيح. وبرضو الجوافة بتبقى بيضة من جوه، ودي بترمز لنقاوة قلبهم وطهارة قلبهم، وبرضو فيها بذور كتير جدا، والبذور دي بتشير إلى الشهداء الكتير جدا اللي استشهدوا على اسم رب المجد يسوع المسيح. وبركة الأيام المقدسة تكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.